في شهر نوفمبر لسنة 1922 كان عالم الآثار الإنجليزي وخبير علم المصريات هوارد كارتر أمام اكتشاف حياته، وده لما عرض عليه اللورد كرانافو أحد المستكشفين الهواة الإنجليز المهووسين بتاريخ مصر القديمة إن يمول رحلات بحثه واستكشافه في مصر سنة 1907 علشان بعدها ب15 سنة كاملين، وتحديداً في ليلة 4 نوفمبر وبمحض الصدفة عامل من عمال التنقيب بتخبط رجله في درجة سلم مقبرة هتغير حياته. وبعد 22 يوم من التنقيب وتحديداً يوم 26 نوفمبر لسنة 1922 بيلاقي هوارد كارتر وفريقه نفسهم قدام الشهرة والمجد. وخصوصاً لما لقى الختم الملكي سليم برغم مرور السنين دي كلها، وده معناه إن المقبرة دي تحديداً محدش اقتحمها. ساعتها لما سألوا اللورد كرانافو شايف حاجة، رد بجملته الشهيرة أيوة شايف حاجات رائعة. لأن اللي كان قدامه واحدة من أعظم المقابر اللي تم اكتشافها في العالم كله، مقبرة توت عنخ آمون، اللي لما اتفتحت أبهرت العالم لكنها تركت أثر لكلمة عاشت لسنين: لعنة الفراعنة. لأن مقبرة الأمير المجهول كانت محمية من العين والوقاية من أذاها. اكتشاف كان مذهل لكن ساب وراه إصابات وحوادث وإشاعات كتير عن لعنة الفراعنة، واللي يمكن مش لعنة على قد إنها العين اللي بتحمي المقبرة من اللصوص. ومن آلاف السنين وإحنا بنخاف من نفس النظرة واللي ظهرت في مجتمعنا المعاصر باسم الحسد. هي دي رحلتنا النهاردة مع رحلة صفا والحسد في مصر القديمة. أهلاً بيكم في رحلة صفا. 4 نوفمبر سنة 1922 ووقت حملة تنقيب قادها العالم الفرنسي هوارد كارتر وبتمويل من اللورد كرانافو في وادي الملوك بالأقصر. وبعد 15 سنة من الحملة دي بتحصل صدفة بتغير المعادلة تماماً، لما كان ولد من أهالي المنطقة دي اسمه حسين عبد الرسول، واللي كان في الوقت ده لسه ما كملش 12 سنة شغال في حملة التنقيب دي، وبالصدفة رجله تعثرت بدرجة سلم عند مدخل الوادي علشان يظهر بعدها ب 22 يوم بس، وفي يوم 26 نوفمبر اكتشاف هيغير حياة كل اللي موجودين: مقبرة توت عنخ آمون، عشان تكون دي لحظة حاسمة هتخلد اسم كارتر وفريقه في التاريخ، لأن المقبرة دي تحديداً تعتبر هي المقبرة الملكية الوحيدة اللي تم اكتشافها كاملة، فكانت بتحتوي على أكتر من 5000 قطعة أثرية تشمل القناع الذهبي للملك والتوابيت والعجلات الحربية والأساس المنزلي. طبعاً اكتشاف مذهل خلى كارتر وأعوانه مشاهير، لكن البس بقى يا عم كارتر لعنة الفراعنة، لأن اللي حصل للزوار والمشاركين في التنقيب بعد فتح المقبرة من حوادث موت غامضة خلت المصطلح ده يتردد كتير جداً، وأولها وفاة الممول الرئيسي للحملة اللورد كرانافو بعد 6 شهور بس من فتح المقبرة بسبب تسمم في الدم من قرصة بعوضة ربطها المحيطين بفتح المقبرة. وده لأن حوادث الوفاة والإصابة امتدت لحد 16 حالة بحالهم، من بينهم سكرتير كارتر نفسه ريتشارد بيكل وعدد من العمال المشاركين في الحفل. وحادثة الكناري لما تفاجئ كارتر بأن أفعى كبرى أكلت عصفوره الكناري، ده غير حادث انقطاع الكهرباء عن القاهرة في نفس توقيت فتح المقبرة، وحوادث تانية كتير مش وقتها، لأن الحلقة دي مش عن لعنة الفراعنة ولا عن اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون. الحلقة دي عن الحسد في مصر القديمة، اللي ممكن يكون أحد تفسيرات اللعنة واللي كان مفهومه أعمق بكتير عند المصريين القدماء. اتولدنا وكبرنا ولقينا أمثال كتيرة بتتكلم عن الحسد، زي عين الحسود فيها عود، عضة أسد ولا نظرة حسد، والعين فلقت الحجر، ما يحسد المال إلا أصحابه، وغيرها كتير. لكن محدش مننا سأل نفسه هو احنا ورثنا الكلام ده منين؟ أحب أقولك إن الحسد مش فكرة حديثة ولا حاجة، ولكنه معتقد كامل ممتد لآلاف السنين وموجود من أيام مصر القديمة. ولكن المصري القديم ما استخدمش الحسد بنفس الشكل، لكنه كان مؤمن بالنظرة المؤذية وكان بيشوف
بيشوف إن العين مش مجرد عضو بنشوف بيه، وإنما بوابات للروح ومرايات للنفوس والنوايا، بس لو دققنا فيها كويس. لذلك ما كانش بيستخدمها بس كرمز حماية، ولكن العين بالنسبة للمصري القديم كانت بتشوف وبتحاسب وكمان بتحمي من الشر. لذلك ذكرها المصري القديم في كتير من الجداريات والبرديات وكمان الجعارين، واللي كانت مليانة بتعاويذ للحماية من النظر والشرير. وكمان استخدم السحر الوقائي مش الهجومي للحماية من العين، وكان بيرمز لكل الممارسات اللي بتحمي من العين بعين حورس. وفضل نفس المعتقد موجود عند المصريين القدماء، وعاش واتنقل من جيل لجيل لحد ما وصل لنا. فتلاقي المصري القديم كان بيستخدم التمائم للوقاية منه، زي ما احنا دلوقتي بنستخدم الخواتم والأحجار الكريمة والخرزة الزرقاء. ده غير التعويذ اللي تحولت مع الوقت الرقية، والكهنة اللي تحولوا للشيوخ والدجالين. واللي يثبت ان العين والحسد فكرة عابرة على مر العصور هو تواجدها في ثقافات تانية كتير. يعني الموضوع ما كانش محصور على مصر القديمة بس، لا، ده كان موجود في حضارات زي الحضارة اليونانية مثلا، اللي ظهر فيها العين والحسد تحت اسم بيسكانيا أو عين الشرير، وهي لعنة يعتقد إنها ناتجة عن وهج خبيث وحسود تؤدي لسوء الحظ أو الضعف أو المرض المفاجئ. وكانوا بيقاوموه في الحضارة اليونانية باستخدام التمائم الزرقاء الواقية أو الصلاة، يعني تقريبا زينا بالظبط. كمان روما اللي ورثت نفس المصطلح من اليونان ولكن تحت اسم مالوتشو، وغالبا بتؤدي لسوء الحظ المفاجئ والغير مبرر أو الألم الجسدي والصداع، وبيتم تجنبها من خلال طقوس الحماية مثل ارتداء الكورنشلو أو القرن الأحمر أو أداء مراسم الكشف عن الزيت والماء. كمان فكرة الحسد كانت موجودة في الشرق الأوسط القديم زي بلاد الرافدين، واللي تعتبر من أقدم الحضارات اللي سجلت الفكرة على ألواح مسمارية بتتكلم عن النظرة المؤذية وبتذكر تعويذ للوقاية منها، وظهرت في كل النصوص دي باسم لماشتو. فكانوا بيستخدموا التمائم ضدها وبيعلقوها على البيوت وفوق سراير الأطفال. ومن الشرق الأوسط للشرق الأقصى والهند هنلاقي نفس المعتقد كان موجود عند الهندي القديم تحت اسم نزار بوندو، وكانوا بيستخدموا للوقاية منها نفس الخرزة الزرقاء اللي احنا بنستخدمها لحد دلوقتي. في كل الحضارات كان الحسد والطاقة الشريرة اللي مرتبطة بالعين تقريبا مفهومها واحد، أعمق بكتير من المفهوم العصري ليها، وكلهم كانوا مؤمنين بخطر العين وإن الجمال والنجاح حاجتين يحتاجوا لحماية. ومش بس كده، لا، دي الحضارات دي عرفت الجمال والنجاح والمال والأطفال خطر يستوجب الحماية. يعني احنا مش لوحدنا، الحسد فكرة إنسانية قديمة جدا. طب ليه أول حاجة يخاف منها الإنسان القديم هي عين غيره؟ وهل ممكن يكون الخوف نفسه هو اللي صنع اللعنة؟ وإيه علاقة ده كله بفتح مقبرة توت عنخ آمون ولعنة الفراعنة؟ كل الحكاية إننا ولسنين طويلة بنبص الموضوع لعنة الفراعنة ده إنه سحر مضاد لحماية المقابر من اللصوص، أو إنه أعراض لقفل المقبرة لسنين طويلة أنتجت بكتيريا معينة، إلى إن المصري القديم كان بيبص الموضوع العين والوقاية منها بشكل مختلف تماماً عن الشكل الحالي له. والحقيقة إننا مش متأكدين هل وجود عدد من النقوش وعيون حرس في المقبرة وقت فتحها هو السبب في اللي حصل لفريق التنقيب، ولا في أسباب تانية. وخصوصاً يعني إن هوارد كارتر نفسه ما حصلوش حاجة وتوفى بعدها بسنين في عمر 64 سنة، وفاة طبيعية جدا ومش لوحده، في ناس كتير نجت. وده معناه حاجة واحدة بس، العيون بوابات الروح والنوايا والنفوس، كانت بتبص وتدقق في نفوس الموجودين اللي كان قاصد منهم تخليد الحضارة المصرية القديمة باكتشاف جديد تخلد اسمه في التاريخ وعاش حياة مرفهة بسبب الاكتشاف ده. أما اللي كان غرضه السرقة ونهب الآثار دي لقى مصيره، ودي حاجة غريبة جدا. ما هي لو كانت بكتيريا كانت أصابت كل الموجودين، وخصوصا يعني هوارد كارتر أول حد دخل المقبرة. ولكن في النهاية ما عندناش دليل قاطع يؤكد ما سمي بلعنة الفراعنة. المصطلح ده اللي ظهر مع فتح المقبرة ما هو إلا مجرد عين للحماية من الإعجاب فقط. ولكن هل في تفسير علمي للحسد؟ الحسد في شكله الحالي هو مجرد إحساس بالغيرة والمقارنة مع الغير ورغبة في زوال النعمة، ومفيش دليل علمي بيقول إن في طاقة معينة بتخرج من عين الإنسان بتصيب وبتؤذي إنسان تاني لمجرد الغيرة. ولكن علم النفس الاجتماعي بيأكد إن الإنسان بطبيعته بيقارن
بيقارن نفسه بغيره طول الوقت. وده بياخدنا لمصطلحين مهمين جدا: تأثير البلاسيبو والنوسيبو، ودول مصطلحين عكس بعض تماما. البلاسيبو والنوسيبو مصطلحين قدام جدا من عصور قديمة، لكن أول ذكر ليهم كان سنة 1784 لما بنجامين فرانكلين العالم والمخترع وأحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية شارك في لجنة تحقق من علاج اسمه المغناطيسية الحيوانية. اخترعه الطبيب النمساوي فرانز ميسمر، وادعى إنه بيعالج الناس بقوة خفية. You see before you the conductors of the mind. Don't be frightened if you swoon when don't resist. بإنه يقنعهم يؤمنوا بإنهم هيتحسنوا، وده معناه إن البلاسيبو هو شفاء الناس لتوقعهم إنهم هيتم شفائهم. Perhaps lose control of your senses. يعني حدوث الخير لمجرد توقعه، وده عكس مصطلح النوسيبو اللي ظهر لأول مرة بشكل رسمي في الستينات على يد طبيب أمريكي اسمه والتر كينيدي، واللي استخدم المصطلح ده لوصف الضرر الناتج عن التوقعات السلبية. وده معناه عميق جدا، لأن الضرر والشفاء لو حاجة بتحصل للي بيتوقعها ده معناه إن شرور النظر والعين والحسد وكل المشاكل دي ممكن تكون خارجة من جوانا إحنا. وزي ما قالوا ما يحسد المال إلا أصحابه، وتوقعك بحدوث الأسوأ هيخليه يحصل. وده يمكن اللي خلى كل الحوادث دي تتربط بلعنة الفراعنة، وإن كل اللي حصل لهم حاجة شبيهة كانوا متوقعين حدوثها. الحقيقة إننا مش متأكدين، لكن كل اللي متأكدين منه إن الحسد موجود ومؤمنين بيه كمسلمين لذكره في القرآن الكريم بشكل صريح. وإنت إيه رأيك؟ هل أنت فعلا محسود ولا أنت اللي خايب وجايبها في الحسد؟ قول لنا رأيك في الكومنتس، واوعى تقفل الفيديو قبل اللايك وسبسكرايب عشان تسافر معانا في كل رحلة من رحلة صفا. أشوفكم على خير.